هايلة يا نورة إنك رجعتي للمدرسة بسرعة وما استسلمتيش لزعلك. أنا كنت جاية النهاردة الجميلة مش أكتر، وكل البنات بيسألوني عن الفيديو وأنا ما بحبش أتكلم عنه. ما تخليش حاجة زي دي تأثر فيكي، كملي كأن ما حصلش حاجة. كلنا في حياتنا بننجح وبنفشل، ما ينفعش حد يكون ناجح دايما ولا هيفشل دايما. افتخري بنفسك. شكرا لكلامك يا ميس رضوى، هعمل كده. على فكرة، أنا عندي خطة هتساعدنا في موضوع جميلة. بجد؟ إيه هي؟ لازم بابا جميلة يشوف بعينيه إيه اللي ممكن يحصل من الجواز ده وإيه الخطر اللي هيقابل بنته، ومفيش أحسن من إننا نعمل ده في شكل مسرحية. تقصدي نعمل مسرحية عن موضوع جواز القاصرات واللي بيحصل بسببه؟ بالظبط. هينفع ننفذها في مسرح المدرسة؟ أكيد طبعاً، لازم نعمل نشاط مسرحي قبل آخر السنة، وأنا المسؤولة عن الفريق. إحنا كنا هنعمل حاجة عن الحفاظ على البيئة، بس ده برضو موضوع مهم جداً والإدارة أكيد هتوافق عليه. طب نقدر إمتى نقعد مع جروب المسرح؟ ممكن أجمعهم دلوقتي ونتناقش. أنت جاهزة؟ أنا جاهزة جدا ومتحمسة. ودلوقتي زي ما شرحت لكم يا ولاد، الموضوع أكبر بكتير من مجرد عرض مسرحي. لو قدرنا إننا نخلي الناس تقتنع بالفكرة وتصدق الحالة، ده ممكن يغير حياة زميلة لينا للأحسن. مش بس شخص واحد، ممكن تفكير ناس كتير يتغير عن موضوع جواز القاصرات، ونبقى وصلنا رسالة وحققنا هدف. وعلشان انتوا جزء من العمل ده، حبيت أجمعكم مع نورة صاحبة الفكرة. اتفضل يا كريم، قول رأيك، حابين نسمعه. في حكاية قريتها من فترة عن محكمة ضمير عملها أب لنفسه لأنه تسبب في موت بنته لما جوزها لراجل كبير، فبقى هو اللي بيدافع عن نفسه وبيحاكم نفسه بكل صراحة. هايل، فكرة كويسة ومعبرة. فعلا ومناسبة جدا للي بنفكر فيه. وأنا عندي معلومات عن قصص سمعتها من مامتي ممكن أشارك بيها. وممكن برضو نعزم حد من المهتمين بالقضايا اللي زي دي يحضر العرض. أنا مبسوطة جدا بحماسكم، وأكيد هنقعد وننفذ كل اقتراحاتكم. بس أكيد دور البطولة هيكون من نصيبي. طب وليه مش أنا؟ الدور محتاج أب، وده البطل، فأكيد أنا اللي هعمله. يا ولاد مش وقت الكلام ده، أول لما نبدأ البروفات هنقسم الأدوار. اصبروا انتوا بس شوية. صحيح، ما قلتوش رأيكم في الفيديوهات بتاعتي، بتجيب مشاهدات كتيرة جدا. بقولك إيه يا علي، شفت حاجة للصغير ده؟ تقريبا كده شفت له فيديو وهو بيتشقلب. افتكرته، بس أحلى حتة فيه لما مامته زعقت له علشان النيش. انتوا شكلكم متغاظين عشان جبت مشاهدات أكتر منكم، ولسه هعمل تحديات أكتر. إلا قول لي يا نور، إيه التحدي الجاي بقى؟ أكيد تحدي ياكل لوحده من غير ما ماما تساعده، ما أنت لسه صغير يا صغير. بكرة تشوفوا الفيديوهات اللي هعملها، ده أنا هبقى أشهر واحد في المدرسة. أكيد مش هتبقى أشهر من أختك بعد الفيديو المضحك بتاعها. صغير. انت ليه متصاحب على دول مع انهم بيعاملوك وحش؟ دول صحابي علشان احنا أجمد ناس في المدرسة ومحدش زينا، وبعدين احنا هزرنا كده، انت مالك؟ طب قولي يا نور، انت ليه بتدافع عني بقى لما اتكلموا عن الفيديو؟ وانا بس اللي من حق اتريق عليكي، مش حد تاني منهم، وده على فكرة مش علشان انتي مهمة. ولا انت تتريق ولا غيرك، حسابك معايا في البيت بعدين. يلا بينا عشان ماما مستنيانا بره. جميلة، هي نورة ما رجعتش معانا في الأتوبيس ليه؟ بعد ما البنات ضايقوها جت مامتها وروحت معاها زي ما جابتها. هي أصلاً كانت جاية عشاني. موضوع الفيديو ده بايخ قوي وهيأثر عليها جدا. تفتكري مين اللي صور الفيديو؟ أنا حاسة إنها البنت اللي كسبتها. أكيد كان حد بيصور لها الماتش ونزلته علشان تفرح بيه. يا بنتي، لا هي ولا نورة يعرفوا بعض، فازاي بقى وصل المدرسة؟ أنا بقى أقولك مين، أكيد أخوها نور، لأن هما الاتنين دايما بينكشوا في بعض وبيعمل فيها مقالب. مش للدرجة دي، ونور صغير قوي على حركة زي دي.
واكيد يعني مش هيأذي اخته، ده اكيد حد مش بيحب نورة وقاصد يأذيها. يمكن. عموما يعني بكرة هيبان وهيتعاقب جامد على اللي عمله، دي حاجة ما فيهاش هزار. اوف يا ربي، هو ده وقته؟ مالك في ايه؟ اسفة يا يارا، ممكن تليفونك اطمن على ماما علشان تليفوني فصل. طبعا اتفضلي. انا هشوف ليلى، خلصي تليفونك وهرجعلك. خلصتي التليفون؟ ممكن تفهميني ايه ده؟